مساء الخير. تعالوا نعمل مع بعض احلى كفتة فراخ مشوية هتجربوها، ومن غير فرن ومن غير امكانيات كتير ومكونات سهلة وبسيطة جدا. والاهم من كده ان المكونات كلها مفيدة، هتفيد ولادك جدا، مفيدة صحيا، هتدي طعم حلو قوي، هتدي طراوة جميلة. انتي بقى كفتة الفراخ الناشفة اللي مش عارفين نسويها كويس، اللي بتبقى ناشفة قوي دي تحت اسناننا ملهاش طعم، لا طعمها رائع خطير. كباب الفراخ المشوي، الكفتة المشوية زي ما تسموها، المهم ان هي هتعجبكم جدا. وبنص كيلو هنعمل كمية كبيرة جدا. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا بسرعة نشوف المكونات. معايا صدر فرخة حوالي نص كيلو، تمام. ومعايا حوالي يعني معلقة كبيرة كده قطعة دهون بقري. دهون بقري، عايزة ليا ضاني، اللي موجود عندك وبتحبيه حطيه. طب ليه يا جماعة؟ علشان صدور الفراخ بتبقى جافة قوي، ما بيبقاش فيها اي نسبة دهون، فهتبقى طالعة ناشفة. فلازم نطعمها كده ونديها كده شوية طعم جوسي كده. معايا بصلاية وسط، ومعايا كان عندي حتة فلفل كده احمر مع حتة فلفل اخضر كده، حطيتهم مع بعض، او ممكن قرن فلفل احمر واحد مع البصلاية. فرمتهم كويس وصفيتهم من المية الزيادة علشان المية ما تفكلناش الكفتة. الفلفل الالوان بيدي طعم حلو جدا للكفتة، وبيديها فوائد وحلوة قوي. بدأت بقى في الكبة افرم الكفتة معايا كويس قوي، الفراخ تمام، فرمتها لحد ما بقت ناعمة خالص، ما فيهاش اي انسجة. لو لقيتي لسه فيها قطع، لا افرميها لحد ما تبقى ناعمة قوي زي كده، تمام. هنزل بقى عليها بالبصل والفلفل الاحمر والاخضر اللي احنا فرمناه وصفيناه من شويه. ومعايا بقى التوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وفصين توم مفرومين، انا فرمتهم بره عشان يبقوا ناعمين قوي. ومعايا كيس فيجيتار او فيجيتار اللي هيتباع سايب عند العطار، معلقتين مليانين كبار، تمام، حوالي 25 جرام. ده بيبقى بقسماط متبل، بيبقى طعمه حلو، بيدي نكهة حلوة وبيدينا تماسك في الكفتة. شوفوا بقى، انا خلطتها كلها في الكبة، عايزة تعجنيها على ايدك اعجني. دي مية الفلفل والبصل اللي صفيناها، زودت عليها معلقة صلصة او نص معلقة صلصة كمان، وشوية زيت صغيرين وملح وفلفل اسود. وبدأت اجيب بقى خلة او اي حاجة اشيش بيها. طب لو ما عنديش اي حاجة، ظهر معلقة، ممكن من غير حاجة خالص. وبدأت بالمية دي ادي بقى الطعم الحلو الفظيع بتاع الكفتة. طيب انا عايزة اعملها ميني زي ما انتوا شايفين كده، عملت صباع كبير وبدأت اقسمه قطع صغيرة. عايزة تعملي صوابع كبيرة اعملي، عايزة تعمليها راس كده زي البرجر اعملي، اللي انتي حباه والشكل اللي انتي حباه اعملي. هي في كل الاحوال هتستوي معاكي بسرعة، جميلة فظيعة، طعمها حلو جدا وبسيطة قوي. اهو شوفوا كده، ببل ايدي كده بالمية اللي فيها زيت والتوابل والحاجات دي بتديها طعم حلو، وفي نفس الوقت بتخلي عجينة الكفتة ما تلزقش في ايدينا، تمام. هعمل قدامكم برضو مرة شوية 3 صوابع صغيرين تانيين، اخدت كده قيمة صباع كبير. وطبعا تقدري تعملي صوابع كبيرة زي ما انتي شايفة. ببتدي كده ابل ايدي بالخلطة عشان الزيت ما يلزقش مع، يعني يخلي الخليط ما يلزقش معانا. وابتدي اقسم كده صوابع قصيرة قد بعضها او صوابع كبيرة، المهم يبقى الشكل كله متساوي زي بعضه. واسوي كده من الاطراف بتاعته، يعني ان هو لو بوزه البوز كده طالع من شوية يعني من فوق ومن تحت، لا بسويه كده، تمام. دي الكمية اللي طلعت معانا من نص كيلو، انتوا متخيلين الكمية قد ايه؟ هشيلها بقى في الفريزر بالظبط 10 دقايق. ما عندكيش وقت سوي على طول، انا كان معايا وقت فسبتهم في الفريزر 10 دقايق. جبت بقى طاسة تيفال او جرانيت او اي حاجة يفضل ما بتلزقش. وجبت بقى حتة ليا ضاني بقى، وشموا بقى الريحة. ولما اللية بدأت تتشوح كده وتنزل الدهون بتاعتها، نزلت عليهم بمعلقة زيت واحدة. يعني هي اساسا مستوية في دهون قليلة خالص، والدهون اللي داخلة فيها برضو حاجة بسيطة خالص، يعني اللي عاملين دايت هياكلوها وتمام، وكل دي دهون طبيعية ما فيهاش اي حاجة صناعية. لما الطاسة بقى تسخن معانا كويس، نهدي النار شوية تبقى اقل من المتوسطة كده، او نخليها على المتوسطة لحد ما ننزل بالكفتة.
نرصها كده جنب بعض زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة ان النار تبقى هادية قوي على الطاسة فتبرد قوي فتخلي الكفتة تنزل المية بتاعتها وتنشف مننا، لا احنا عايزينها تحتفظ بالعصارة بتاعتها. تمام. هي الكمية كانت ممكن تيجي طاسة ونص يعني، عشان الطاسة دي مش كبيرة قوي، بس انا رخمت عليها واصريت ان انا اعملهم على مرة واحدة عشان ما كنتش قادرة اقف وعايزة انجز، وانا اساسا عملت الكفتة دي عشان هي سريعة وبتنجز وما اخدتش ربع ساعة فرم مع عمايل يعني مع سوا، هي خدت وقت بسيط جدا. فانا رحت كده مزنقاهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين. بستنى بقى شوية، ما بقلبش ولا بوطي قوي لحد ما اتأكد ان هي اخدت لون من تحت عشان ما تفكش وتتبهدل مننا. طبعا بما انهم قريبين قوي من بعض متزنقين قوي في بعض، فكنت محتاجة حاجة اسند بيها وحاجة اقلب بيها علشان المكان كان ضيق قوي. زي ما انتم شايفين كده في صوابع كانت اخدت لون اتشوحت، وفي صوابع كانت لون فاتح كده، خصوصا اللي في النص كان لونه فاتح كده. لما قلبت كل الكفتة قلبتها برضو على الجنب التاني، استنيت ان هي دقيقتين كده تاخد لون، ورجعت بقى وطيت النار خالص وغطيت عليها بالغطا 5 دقايق، وارجع اقلب كده على اتجاه تاني. احنا عايزين ان هي تستوي من غير ما تنزل المية بتاعتها وتنزل العصارة بتاعتها، وتبقى حلوة وطرية وطعمة وجميلة. مش عايزة اقول لكم بجد، قطعة اللي هي الضاني كانت مودية ريحة في حتة تانية خالص، بجد كان كباب يا جماعة، كباب مش فراخ. بصوا بقى، بحاول كده اي جنب الاقيه في لونه فاتح في الطاسة في الكفتة، بعتذر، اروح قلبها على الجنب التاني كده. لما كانت خلاص شبه استوت 90%، جبت شوية المية اللي كانوا متبقيين وزودت عليهم حوالي معلقتين كده مية كمان، ونزلت بيهم على الخليط على الكفتة كده وقلبتهم. اولا هيدونا طعم حلو جدا، هيدونا لمعة، هيدوا كمان تسوية. لما يبقى فيه شوية جوس كده قليلين خالص، شوية صوص كده قليلين خالص، ونوطي النار بقى نهديها خالص كده، ونغطي 5 دقايق ولا 7 دقايق، هتستوي من جواها، هتبقي مطمنة ان هي مستوية كويس جدا. وشوفوا بقى اللمعة اللي بقت موجودة فيها بعد ما نزلنا بخليط الصوص ده. واداها طبعا طعم رائع، لان هو ده مية بصل ومية فلفل ومتبل وطعمه حلو جدا. بصوا بجد سريعة جدا، طعمها حلو، عجبت الولاد قوي وعجبتنا كلنا. بتمنى تكون وصفة سهلة وسريعة وتعجبكم وتعتمدوها في الحر ده مع شوية بقى مكرونة او رز اصفر. وما تنسوش بقى لو الوصفة عجبتكم تعملوا لايك وشير وكومنت حلو، ويعملوا لي بقى متابعة على الفيسبوك باسم دونا كيتشن برضو. نورتوني. مستنية بقى كومنتاتكم الحلوة، وعايزين وصفات ايه تاني؟